السلام عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده فيديو جديد وروتين جديد وسوق جديد. والنهارده كله جديد في جديد كده. النهارده بقى جايلكم بقى بروتين كده، ايه تشجيعي للناس برضو اللي مكسله زي حالتي كده في العيد. لسه ما طلعناش من المود بتاع العيد. لسه بننام للعصر ولسه كل حاجه زي ما هي. النهارده بقى كان عندي سوق، او مش عندي سوق يعني، انا خلصت كل الحاجات اللي كانت عندي من قبل العيد خلصت. فانا ما كانش قدامي حل دلوقتي غير اني انزل السوق. وطبعا نزلت ويا ريتني ما نزلت، الجو حر موت. غير كده كمان الاسعار بصوا في السماء ليه مش عارفه يعني، مع ان الاسعار المفروض ان هي نزلت شويه، فالاسعار ارتفعت ارتفاع رهيب من بعد العيد. وانا برضو مش عارفه ليه يعني، والجو بقى حر بغباء. وبصوا انا ندمت ان انا نزلت اساسا، والمشوار ده انا مأجله اصلا بقالي يومين او 3 كمان. بقالي كام يوم عايزه انزل عشان اجيب حاجات، لاني مخلصه حاجات كتير و... وبكسل وابعت اي حد من ولادي يجيب لي اي حاجه اللي هي تمشيني كده، تمشي اليوم وخلاص. بس النهارده بقى اخدت القرار بقى. ويا ريتني ما خدته برضه. هنا بقى انا كنت سوقت وجيت، شفت بقى انا شطوره ازاي، رحت وجيت في ثانيه. وما كانش معايا حد من الولاد معايا، انا دايما باخد حد معايا يشيل معايا، فانا النهارده ما كانش في حد معايا، فانا اعتمدت على نفسي كده برضه. انا ست شطوره برضه وبعرف اعتمد على نفسي. الحاجات بقى اللي انا جبتها زي ما انتم شايفين كده، جبت نص طبق بيض اللي هو في الكيس اللي هناك ده. واول حاجه طلعتها كانت السبونشات بتاعه المواعين. النص طبق بيض كان ب 82 جنيه، السبونشات بتاعه المواعين الاتنين ب 15 جنيه، الطماطم الاتنين كيلو ب 35 جنيه. تصدموا معايا بالاسعار. البصل اللي هو لسه طالع جديد، الكيلو ونص ب 20 جنيه. والليمون ب 30 جنيه. اسعار ايه ده! والفلفل والشطة ب 15 جنيه. والخيار ب10 جنيه. الخيار يعني الى حد ما، والفلفل والشطة برضو ماشي حالهم يعني، لكن الطماطم والبطاطس ليه الاتنين كيلو 35 جنيه يعني. وجبت بقى توابل، كنت مخلصة كل التوابل اللي عندي، جبت بقى تشكيلة توابل كده من كل التوابل اللي انا بستعملها. ودي اول شنطة كده خلصت معانا. تاني شنطة بقى جبت بقى، ما اشوف ايه اللي هيطلع في الكيس. جبت اناناس، الكيلو ب 15 جنيه، جبت 2 كيلو. والتفاح الكيلو، التفاح الاحمر ده الكيلو ب 65 جنيه. وجبت كمان البطاطس 2 كيلو ب 35 جنيه. كل حاجة عندي كانت خلصانة بجد يعني، انا جايبة كل حاجة وحاسة ان في حاجات ناقصاني لسه كمان. وجبت مكرونات، جبت مكرونة من العادية وجبت مكرونة قلم. انا جايبة من كل حاجة كيلو الا ربع، عشان الكيلو بقى كتير علينا، نص كيلو بيبقى شوية علينا. وجبت كمان جوافة الكيلو ب 20 جنيه. هي الاسعار عموما غاليه عندنا، لان احنا مش يعني مش سوق، انا مش رايحه فيهم السوق الاساسي، انا بنزل اشتري من تحت البيت وخلاص، ما بروحش السوق. لكن لو في السوق الاساسي اكيد الموضوع هيفرق يعني. وكمان جايبه خوخ بكام؟ ب 30 جنيه. على فكره في سوق بس بعيد عننا شويه، وبقى يوم الخميس برضو. وبتبقى الاسعار فيه رخيصه الى حد ما يعني، بس جوزنا ما بيرضاش يخلينا نروح، بيقول لها هاتي الحاجه من تحت البيت عادي، ولو غاليه ما فيش مشكله برضه هاتيها غاليه. بس ما تروحيش تتبهدلي في السوق والحر والكلام ده. دلوقتي بقى وريتكم كل الحاجات اللي انا جبتها، ورحت بقى غيرت هدومي لان كنت حرانه موت، ما كنتش قادره اتنفس اساسا. وجيت بقى عشان احط كل حاجه بقى مكانها، ونشوف هنكمل الفيديو بتاعنا ازاي. وعايزه اقول لكم بقى كمان صحيه بدري، انا صاحيه الساعه 10. انا في العاده بصحى الساعه 3 العصر. فصحيه بقى الساعه 10، فكنت خلاص لحد بعد الظهر كده كنت فصلت، لاني كنت نايمه اصلا الساعه 7 الصبح يعني، نايمه 7 الصبح صحيه 10 الصبح. فعلى بعد الظهر كده كنت خلاص مش قادره افتح عينيا بجد. برص بقى كل حاجه مكانها. البصل والبطاطس هناك كده في التيربو، بحط فيه البصل والبطاطس والمكرونات والملح وكل الحاجات دي. اول حاجه حطيتها البصل، ودلوقتي البطاطس، هحط كمان فيه المكرونه، وهحط ايه تاني، العدس، جايبه برضو عدس جايبه ب 10 جنيه. و... وايه تاني، والسبونشه برضو حطيتها في درج كده، عاملاه للصابون وللسبونشات اللي زي كده وسلك المواعين كده. بس السبونشه دي تحفه، وفيها اصلا سلك مواعين يعني، انت مش محتاجه تغسلي بسلك المواعين وتبوظي ايديك. هي السبونشه دي يعني هي منها فيها كده اسفنج وسلك مواعين، فمريحه جدا بالنسبه لي، ويعني ما بطلش استعملها بصراحه. انا سلك المواعين دي لغيته اصلا من زمان، انا بستعمل السبونشه دي، وبتقعد معايا فتره طويله جدا، وسعرها برضو مش غالي يعني.
فضيت بقى الطماطم مكانها. وانا الاول كنت بغسل الخضار وانشفه وارجع احطه في التلاجة، بس بحس ان الخضار لو اتاخر عندي شويه بيبوظ. لكن لو حطيت الخضار من غير ما يتغسل كده ما بيبوظ، سبحان الله، بيفضل فتره معايا وعادي يعني مفيش مشاكل. فانا بقيت بسيبه زي ما هو. الخيار بقى ما بطلعهوش من الكيس، لو طلعته من الكيس بيدبل من تاني يوم. لو سبته في الكيس بيقعد معايا بالعشر ايام، وضربت على الكيس يعني بيقعد بالعشر ايام مش بيبوظ ولا اي حاجه. الليمون برضه انا ربطت على الكيس عشان مش يبوظ، ولا ان انا عندي ليمون تاني في التلاجة. على ما اخلص القديم برجع استعمل الليمون الجديد ده عشان برضه مش يبوظ. والبتنجان برضه ب10 جنيه، انا جايبه نص كيلو ب5 جنيه، لان احنا مش قوي فيه يعني، ممكن يعني كل فين وفين كده، فانا جايباه يبقى عندي ان حبيت اعمله يعني ولا حاجه. وطبق البيض ما كانش فيه شايفين الا 2 بس كان خلصان. بدأت برضه ارص فيه كمية البيض اللي معايا نص طبق او نص كرتونة، كانت بحاجة و80، 280 جنيه تقريبا. طبعا يوم السوق ده او يوم المشتريات بتاعة المطبخ ده بيبقى يوم كده طويل، خصوصا بقى لو مش عاملة اكل ولسه هتعملي غدا وحاجات كده زي حالاتي، بيبقى يوم طويل بجد، خصوصا بقى في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده. هنا بقى التوابل، شايفين كل علب التوابل بتاعتي فاضية كلها فانا هبدا بقى ان انا افضي التوابل بتاعتي. انا جايبه هنا توابل مش مطحونه، ورق لورا بقى على حبهان على مستكه على، يعني عامل لي خلطه كده تشكيله، هو عارف طلبي يعني، انا بقول له اعمل لي الخلطه اللي انت بتعملها لي كل مره. الخلطه دي بتبقى ب30 جنيه ولا حاجه، بيبقى فيها من كل التوابل اللي حصل هي مش مطحونه. وجايبه بهارات فراخ، وجايبه 7 بهارات، وجايبه بهارات لحمه، وجايبه كزبره ناشفه، وجايبه بابريكا، جايبه كمان فلفل اسود، وجايبه كمان كمون حاجات كتير بجد. يعني صرفت لي النهارده مبلغ محترم كمان. كنت هجيب علبة سمنة من اللي هي ال5 كيلو دي، بس ما معرفتش ان انا اشيلها عشان كنت لوحدي، وكنت جايبه حاجات كتير زي ما انتم شايفين كده. فانا لما بنتي جت من درس بعتتها جابتها كمان النهارده، فانا صرفت النهارده يا جماعه مبلغ محترم بصراحه، يعني مبلغ محترم. علبة السمنة او صفحة السمنة دي لوحدها ب430 جنيه وانا بقى مخلصه كل حاجه. ودي طبعا مش ميزه ان الواحد يستنى لما يخلص كل حاجه على فكره يعني، بس انا غلطانه في الحته دي انا عارفه، لان كده بيبقى مطالب مني ان انا اجيب بقى كل حاجه مره واحده، ودي حاجه مش لذيذه خالص يعني، ولا ماديا ولا معنويا. فضيت كل بقى التوابل في العلب زي ما انتم شايفين. وهنا بقى الفلفل الاسود والكمون بحب اقسمهم كده، اسيب شويه يعني زي ما هما، وشويه اقلبهم على ملح. ده بيوفر معايا شويه. لو انا بقى عامله طبق بطاطس برش عليه شويه ملح بفلفل اسود او ملح بكمون، يعني بيوفر شويه عن ما استعمل بقى كده من غير ما يكون متقلب، استعمله ساده كده. وبسيب بقى نص الكميه اللي عندي، بسيبها برضو مش متقلبه على ملح ولا حاجه، بحيث لو حبيت استعملها في تتبيله او في اي حاجه عايزه شويه فلفل اسود، ما احطش بقى يعني اخد يكون عليه ملح يحدق لي الاكل او يبوظ لي الدنيا يعني. وهنا بقى دخلت على طول في مرحله الغدا، لان انا ابني كان في التمرين وكان المفروض هيجي عايز يتغدى عشان يلحق ينام شويه، فانا يعني خلاص مفيش وقت، فعايزه انجز بقى. هعمل بقى صينيه بطاطس بالفراخ، بالبطاطس بقى والجزر والفلفل والبصل وكل الخضار الحلو ده اللي بيطعم الاكل. وطبعا كل الخضار فيه قيمه غذائيه بالنسبه لينا وللاطفال وللكبار ولكل حاجه يعني. انا اصلا كده كده ما عنديش اطفال، انا عندي اللي عندي شباب، ما عنديش اطفال الحمد لله يعني. عدينا مرحله ان احنا يبقى عندنا اطفال دي، احنا دلوقتي اللي عندنا في مرحله المراهقه. حطيت بقى توابل على الخلطه كده، عملت بقى ميكس من الخضار وحطيت عليه ميكس من التوابل. بحب انا يعني ايه احط كميه حلوه كده من التوابل مع الخضار بالذات، لما بقى الحاجه بتيجي تستوي كده بتحس ان الطعم كده حاجه مش قادره تحدديها، فانا بحب كده. وحطيت بقى هي كميه الفراخ دي هي نص فرخه، بس انا قسماها على 4. وحطيت بقى عصير طماطم
وكنت مطلعه برطمان هريسه الشطه اللي هناك ده عشان احط منه ونسيت، وما افتكرتش غير لما شفته في الفيديو دلوقتي. وانا نسيت احط منه، طالعاه من التلاجة جنبي عشان احط منه ونسيت. اصلا بستعمله في التتبيلات وفي كل الحاجات اللي زي كده، بيطعم لي الاكل، وخصوصا احنا بنحب الاكل يكون حراق شويه. حطيت عليها زيت ودخلتها بقى التلاجة، هسيبها ساعه ولا حاجه تتبل كده وتاخد من طعم التوابل والخضار، وبعدين ابقى اولع عليها بقى. وهنا قلت بقى بما ان الجو حر بقى والجو مش لذيذ كده، فانا هعمل بقى ايه، هعمل لهم سلطه فواكه، وهعمل لهم كمان عصير جوافه عشان يطرى على قلبهم كده في الحر اللي احنا فيه ده. قطعت كده جوافايه، وقطع تفاحيه، وهقطع اناناسايه، ومن كل حاجه حاجه كده، وفي الاخر هتلاقيني عملت بقى طبق كده ميكس من الفواكه دي كلها، وسلطه فواكه ما حصلتش. عايزه اقول لكم كمان ان احنا مش من محبين التفاح، ولا انا ولا جوزي ولا ولادي بنحب ناكله التفاح كده. انا كمان بقى الاصعب عندي ان انا لو شفت حد بياكله قدامي بتعصب، هو بيعصبني عموما. فالتفاح بدخله في حاجه زي كده، يعني عصير او سلطه فواكه، انما اكله كده او اي حد فينا لا، ما ينفعش، ما بتحصلش يعني. جبت كمان 3 خوخات كده، نقيتهم يكونوا جامدين شويه عشان اعرف اقطعهم، ما يكونوش طرية، عشان لما اقطعهم تبقى القطعه سليمه زي ما هي كده، مش مهريه ولا حاجه. واحطهم برضو على سلطة الفواكه دي. بقطع بقى الخوخ تقطيع عشوائي كده، يعني تلاقي حتة كبيرة حتة صغيرة، يعني مش لازم اقطع بالظبط بالظبط. جبت كمان واحدة من الاناناس. في ناس بتقول عليه اناناس، في ناس بتقول عليه كانتالوب، بس انا كلمة كانتالوب دي مش بستلطفها الصراحة، فانا بقول اناناس. انا متعودين نقول عليه اناناس يعني هو الاناناس حاجة تانية خالص غير ده، بس ما علينا يعني. هقطع برضو شوية من الاناناس على سلطة الفواكه بتاعتي عشان تطعمها. وبرضو احنا مش من محبين عصير الاناناس، برضو ما بقاش لطيف في العصير، نحب ناكله كده متقطع، لكن عصير لا. الاكل اذواق عموما، وكل واحد بياكل الحاجة اللي بيحبها، او بيستطعم بقى براحته الحاجة اللي هو بيحبها. قطعت شوية على سلطة الفواكه، والحبة دول هقطعهم في طبق كده واسيبهم للي حابب ياكلهم بقى كده، لانها هي هتبقى كبيرة على كمية الفاكهة اللي عندي ان انا اعملها سلطة فواكه يعني. فانا قطعت نصها كده ونصها كده. وكنت بقى طلعت كيس جوافة من الفريزر بقى، ضربته وهو لسه فيه شوية من التلج كده، كان ساقع بقى ومشبر، بصوا كان تحفة. هو ده كده اللي خلاني يعني بعد ما جيت من السوق شربت منه شوية كده، فخلاني قدرت اتماسك في الحر ده. حطيت منه على سلطة الفواكه، ما حطيتش، في ناس ممكن تحط مية، ما حطيتش مية. انا حبيت يكون القيمة الغذائية اعلى، والطعم يكون اعلى وعلى من التيست بتاعه كده، فحطيت له عصير جوافة. ويا سلام بقى يكون عصير مانجا، كان هيروح في حتة تانية خالص، بس انا مش متوفر عندي مانجا دلوقتي. خلصت الطبق الجميل ده وقعدت التلاجة جري عشان يلحق يسقع. دلوقتي بقى كان ابني كلمني وقال لي خلاص هو قدامه نص ساعة بالظبط ويكون في البيت. فانا طلعت بقى صينية الفراخ، ولعت عليها على النار علشان اكسب وقت كده وتغلي معايا بسرعة، وبعد كده ادخلها بقى تكمل تسوية في الفرن. لو دخلتها في الفرن على طول كانت هتاخد مني وقت اطول يعني. وفي نفس الوقت ولعت الفرن يسخن عشان لما تغلي على البوتاجاز وادخلها في الفرن فتكمل غليان بسرعة وتستوي. وعلى عين التانية عملت شوية رز ابيض. هو ليه المقطع اتعاد تاني بقى؟ ما علينا. على عين التانية عملت شوية رز ابيض وخلاص كده، في ثواني كنت عملت الغداء. هنا بقى بعد ما غليت قلبتها، بقلبها كده على الناحية التانية علشان تستوي برضو من ناحيتين. والفرن بقى كان سخن بقى، مشغلاه من شوية يعني حلوين. فانا دخلتها بقى كملت غليان واستوت برضو، ما خدتش مني اي وقت. وبعدين ولعت عليها الشوايه خدت لون وخلاص كده. هنا الرز اهو على العين التانية برضو، يعني عشان اكسب وقت
ودي صينيه الفراخ بعد ما استوت. انا حبيتش انشفها قوي عشان احنا بنحب يكون فيها صوص كده، ان احنا عشان بناكلها برز مش بعيش، فبنحب نسيب فيها صوص كده، ما بنحبش نكون منشفينها على الاخر. وخلاص حطيت الاكل اهو بقى عشان اتغدى انا وهو، كنت انا وهو بس لان كان ولاد التانيين مش هنا. بس كده، كان فيديو